تخيل إنك عايش في واحدة من أرقى مناطق القاهرة. أماكن هادية، شوارع نظيفة، كمبوندات مقفولة، أمان كامل. بس فجأة كل ده يتكسر. القصة بدأت لما تم العثور على جثة سيدة على طريق صحراوي بعيد في منطقة شبه مهجورة. في الأول الموضوع كان عادي بالنسبة للشرطة، حادثة أو جريمة فردية. لكن الحاجة الغريبة، مفيش أي دليل واضح، لا شهود ولا كاميرات واضحة ولا حتى سبب مفهوم. الضحية كانت شابة واختفت قبلها بأيام. آخر حاجة معروفة عنها إنها كانت خارجة تقابل حد، ومع تتبع آخر مكالماتها ظهر رقم غريب، رقم بيتكرر. نفس الرقم ظهر في مكالمات ضحايا تانيين اختفوا قبل كده. هنا الموضوع بقى أخطر. الشرطة بدأت تربط بين الحالات وبدأ يظهر نمط واضح. كل الضحايا سيدات، كلهم اتعرفوا على شخص قبل الاختفاء، وكلهم آخر موقع ليهم كان في نطاق التجمع الخامس. الاسم بدأ يظهر في التحيات، راجل اسمه كريم، شخص عادي جدا مشهور على السوشيال ميديا وبيقدم محتوى تعليمي خصوصا في اللغة الإنجليزية. شكله هادي، كلامه راقي، مفيش أي حاجة توحي إنه ممكن يكون خطر. لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. التحقيقات كشفت إنه كان بيتواصل مع الضحايا بطريقة ذكية جدا. كان بيختارهم بعناية ويكسب ثقتهم الأول، وبعد كده يعرض عليهم مقابلة. المكان، شقته في التجمع، مكان آمن نظيف طبيعي جدا. لكن اللي كان بيحصل جوه الشقة هو السر الحقيقي. الشرطة لما بدأت تفتش في تفاصيل حياته لقت تناقضات غريبة. تحركاته في أوقات متأخرة، رحلات متكررة على طرق صحراوية، واستخدام أكتر من هاتف. كل ده كان بيدل على حاجة واحدة، إن الشخص ده بيخبي حاجة كبيرة. لكن لسه مفيش دليل قاطع لحد ما حصلت المفاجأة. تم العثور على جثة تانية في مكان قريب جدا من الجريمة الأولى. نفس الأسلوب، نفس الظروف، ونفس الغموض. هنا بقى واضح إن الموضوع مش صدفة، إحنا قدام قاتل متسلسل. الشرطة قررت تركز على المشتبه بيه الرئيسي، كريم. بدأوا يراقبوه، تحركاته، مكالماته، حتى الأماكن اللي بيروحها. وفي واحدة من الليالي تم رصده وهو راجع من طريق صحراوي في وقت متأخر جدا. الوقت ده كان مطابق تقريبا لوقت اختفاء إحدى الضحايا. كده الشك بقى شبه مؤكد. لكن الشرطة كانت محتاجة دليل، وبالفعل حصلت اللحظة الحاسمة. تم تتبع هاتف إحدى الضحايا، وآخر إشارة ليه كانت قريبة جدا من مكان سكن كريم. ساعتها القرار اتاخد، لازم يتم القبض عليه. لكن السؤال كان، هل هو فعلا سفاح التجمع ولا مجرد مشتبه بيه؟ الإجابة كانت مرعبة أكتر مما أي حد يتخيل. في يوم عادي جدا وصلت قوة من الشرطة قدام شقة كريم في التجمع الخامس. مفيش مقاومة، مفيش محاولة هروب. فتح الباب وكأنه مستنيهم. تم القبض عليه وبدأت عملية تفتيش الشقة. في البداية كل حاجة كانت طبيعية، أثاث عادي، مكان نظيف، حياة شكلها هادي. لكن مع التعمق في التفتيش بدأت تظهر الحقيقة. تم العثور على متعلقات شخصية تخص نساء، بعضها مطابق لبلاغات اختفاء. هنا الشك تحول ليقين. لكن المفاجأة الأكبر كانت في هاتفه. الهاتف كان كنز أدلة، محادثات، صور، وتفاصيل بتربطه بالضحايا. كل حاجة كانت بتأكد إنه مش مجرد مشتبه بيه، هو الفاعل. خلال التحقيق حاول في البداية الإنكار، لكن الأدلة كانت أقوى من أي كلام. ومع الضغط بدأ يعترف. اعترف إنه كان بيتعرف على الضحايا بنفس الطريقة، كلام لطيف، ثقة، مقابلة، وبعد كده كان بيخدرهم داخل الشقة. وبعد الجريمة كان ينقلهم بسيارته إلى طرق صحراوية بعيدة علشان يبعد أي شك. التحقيقات كشفت إنه نفذ أكتر من جريمة بنفس الأسلوب. وهنا الإعلام أطلق عليه الاسم اللي بقى معروف بيه، سفاح التجمع. القضية انتشرت بسرعة رهيبة. الناس كانت مصدومة. إزاي شخص عايش في مكان راقي وعنده صورة محترمة قدام الناس يكون وراه الجرايم دي كلها؟ المحاكمة بدأت والجلسات كانت مليانة تفاصيل. النيابة قدمت الأدلة، تحركاته، تسجيلات هاتفه، الأدلة من الشقة، وأهم حاجة اعترافاته. الدفاع حاول يشكك، لكن الأدلة كانت واضحة جدا. وفي النهاية المحكمة أصدرت حكمها، الإعدام. لكن حتى بعد الحكم القصة ما انتهتش، لأن السؤال اللي فضل في دماغ ناس كتير، هل دي كل الجرائم فعلا؟ ولا في ضحايا تانيين لسه محدش يعرف عنهم حاجة؟ قضية سفاح التجمع فضلت واحدة من أخطر القضايا في مصر، مش بس بسبب الجرائم، لكن بسبب الفكرة المرعبة
إن أخطر الناس ممكن يكونوا أقرب ناس للشكل الطبيعي.